السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان الفيديو اللي فات عجبكم في ربط ما بين السماء والأرض، ربنا رزقني بفكرة جديدة، وهي السي في حاجتك واخر انترفيو. ها اقرأوا كتابية. ده اخر انترفيو احنا هنعمله في حياتنا، ان احنا بعد ما هنخرج من ارض المحشر هينادى فينا في البوق، هينفخ في البوق وهنخرج كل واحد الى ارض المحشر. هنجري نقف عشان ننتظر الحساب. لك ان تتخيل احنا المفروض بنروح الانترفيو العادي باحسن لبس عندنا، بنقول بنفسية كويسة جدا، محضرين الكلام، عارفين مكتوب ايه في السي في بتاعنا، كل السطور حافظينها، منسقين دماغنا. لكن المرة دي الانترفيو مختلف تماما. اللي هيحاضر او اللي هيكون هو المسؤول عن الانترفيو هو رب العالمين، وانت هتاخد الانترفيو السي في بتاعك غصب عنك، مش بمزاجك. انت هتلف ايدك وراك، سواء الايد اليمنى او الايد اليسرى، وهتبدأ تاخد الكتاب وتقول ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. السي في ده أنت قعدت طول عمرك من ساعة ما مرحلة البلوغ ربنا أكرمك وعرفت ربنا، إلى آخر لحظة في عمرك طلوع الروح، بتكتب فيه وبتسطر سيرتك الذاتية اللي أنت هتحب إن يوم القيامة إن شاء الله عز وجل يقرأها معاك أمام الخلائق كلها، أمام الملائكة، أمام الرسل. فأنت اللي هتكتب السي في بتاعك. الانترفيو ده الشمس هتكون مقتربة من رأس الخلائق، واحنا في عرق بيصل حتى الناس هتغرق في عرقها، يعني بيصل حتى للرقبة. الناس عراه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالأمر جد فعلا، وأنا مش جاية أخوفك، أنا جاية أرعبك إن يا إما جنة عرضها السماوات والأرض، يا إما نار أقل درجة فيها إن يوضع حجر. وده كان لعم النبي صلى الله عليه وسلم، حجر صغير أسفل القدم، الرجل في الأصبع الرجل هتغلي منه دماغك. السي في بتاعك أنت لسه عندك الفرصة اللي أنت تكتبه من دلوقتي. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لسه تقدر تعد للانترفيو بكفاءة عالية جدا وبطلاقة عالية جدا، وانت تقول ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا عرفت أنا جيت الدنيا ليه، أنا عبد لله عز وجل. قاعد أكتب سيفيهاتي وامسح واشطب وعيد وزيد. اكتب بقى أنت كنت موفق في اللحظة دي، هتكتب كده. لأن لا أخفيكم سرا، يوم القيامة ما ننقش الحساب يوم القيامة عذب، يعني اللي مجرد بس ربنا هيقول له انت عملت ليه دي يا عبدي وليه ما استحيتش مني، هيتساقط لحم وجوهنا من الحياء من الله عز وجل. اقرأوا بقى. انا مش يعني انا طالعه اذكركم بكتابة السي في الرباني اللي احنا هنقرأه امام الله عز وجل، وبآخر انترفيو هنعمله، ويا اما جنة يا اما نار. اقرأوا عن ارض المحشر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دي من صفات المؤمنين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فاليوم الآخر جاي هو آخر يوم في حياتنا، اللي هي بعدها يا نعيم يا جحيم. بسم الله نبدأ سعادة جديدة، وهي دي السعادة الحقيقية اللي احنا بنربي فيها أنفسنا هنا في الدنيا علشان نروح للجنة.